السلام عليكم. شوفوا جبت لكم اليوم زلابية المخارق ولا صباع العروس. شتو واش هايلين، مقرمشين معسلين من القلب. 10 حبات الكل بالفنجال، الذوق طبق الاصل. خدميهم في دارك، علاه تشريهم. اقعدوا تشوفوا الوصفة. بسم الله الرحمن الرحيم. كيما راكم تشوفوني نعدلكم في السميد اللي استعملته. انا استعملت السميد الرقيق، ولا انت تستعملي اي سميد عندك، المهم يكونش خشين. تقدري تستعملي السميد هذاك اللي جايب ما بين المتوسط والرقيق، هذاك ثاني ينجح معاك. هزيت منه كيما راكم تشوفوا 2 فناجل تاع التاي، قيست لكم بالفنجال تاع التاي الصغير كامل. درت 2 فناجل، ملحته بمغرفه صغيره كيما راكم تشوفوا ملح، وزدت ثاني مغرفه صغيره خميره الخبز ولا خميره الكسره ولا خميره الفوريه، وزدت مغرفه كبيره فرينه، وزدت ثاني معاهم مغرفه صغيره فانيليا نكهتو بها، وراح نزيد ثاني نكهو بعطر الموز. زدت هزيت نفس الفنجال تاع التاي، درتو نصف فنجال زيت، نص فنجال زيت كيما راه واضح. كيما قلت لكم نكهتو بالفانيليا وشويه بضع قطرات كيما راكم تشوفوا. منكه الموز هذا اختياري، ولكن لا حبيتي نفس الذوق تاع المحلات ديري هذا هو السر نتاعهم، تاع الذوق تاع صباع العروس تاعهم المخارق. كيما راكم تشوفوا لحت هذا المواد كامل وبديت نبسس فيهم بالزيت. وبعد ما تبسوا واش درنا، زدت عمرت بنفس الفنجال ماء دافي. ما دافي، تعرفوا كي تكون خميره الخبز ولا خميره الفوريه نديروا ماء دافي باش يساعدها باش تخمر في الساعه. يعني درت الفنجال وبديت نلوح حتى تحصلت على عجينه كيما راكم تشوفوا. وراني نعدلكم بقالي بضع قطرات ماء برك من الفنجال، وانتيا حسب السميد نتاعك راه يشرب ولا ما يشربش. شوفوا قد ما بقى لي الماء، وانتي لوحي بالعقل حتى تحصلي على عجينه تشبه المطلوع. المهم لميت العجينه كيما راكم تشوفوا، ما هي طريه ما هي يابسه. هاي شوفوا نعطيكم في القوام، والعجينه ما عجنتهاش، ما تتعجنش هذه العجينه. بعد ما تلمت قفلت عليها بصاشي وبديتها في مكان دافئ لهنا بارد الحال. لا في الصيف خليها لهنا، في الشتاء اديها قدام الفرن، حديها قدام الفرن تطلع قاعد فيها خمود الكسرة. من بعد ما شتها طلعت وخمرت مليحة حوالي ساعة هكاك، جبتها لهنا نشكلها معاكم. قسمتها على 10 حبات كما قلت لكم، راح نديرهم حجم متوسط صغير هكا. اذا بغيتيهم كبار ديري 8، انا درتهم صغار جايين مقدرين على الكيف. تاكلي حبه يعني تكفيك، وجيو خفاف ما شاء الله. ثاني بديت نشكل، بعد ما قسمتهم 10 كما قلت لكم غطيت عليهم بصاشي. دائما تغطي عليهم بصاشي باش ما ينشفوش معاك من فوق، وتبداي تحربشي فيهم هكا بالوحده، تضغطي بصبعك هكا وتشكلي هكا ثقوب باصبعك، عليها يسميوها تاع المخارق لان هكا يخرقوها هكا يعني بصبعهم. هاي كي شتيها كبيره نقصي منها عادي، ومن بعد لوحيها في وحده اخرى. راني نكمل في التشكيل. ما تغيريش تديري بصبعك، ديري بهذه الاله، وانتي ديري باي حاجه، بموس راس موس هكا اللي من تحت، مغرفه تاع لوح اللي عندك استعمليها. انا ما تحبش ديري صبعك. كيما قلت لكم نحل فيهم ونزيد نبططهم هكا، ما ديرهمش خشان بزاف وما ديرهم رقاق، كيما راه واضح حوالي صبع هكا في العلو. واللي تكمليها ديريها في صينيه ولا في بلون دو طرافاي، المهم يكون مدهون. انا دهنته بالزيت وبديت نشكل وحطيتهم كامل مع بعضهم. قاعد راح نزيد نخليهم يخمروا، فهمتوا؟ نهزهم ونديهم قدام الفرن ويزيدوا يخمروا قاعدين كيما الدونات هذو. شكلتهم كامل كيما راكم تشوفوا، وراني نعدلكم بهذا الاداه تثقبوا بها. انا تعجبني غير بهذه الاداه. ومام هنايا زيدوا يعاودوا لهم في الصينيه، زيدي عاودي ثقبيهم يخمروا فيهم الخميره، يتقفلوا لك هذوك الثقوب، زيدي حليهم ان شاء الله يكون مفهوم. راني شاركت معكم بزاف حبات حتى الاخيره ديال الاخيره. كما قلت لكم كي تلوحيها هنا تعوج معاك، شكليها وزيدي عاودي عدليها مليح. شوفوا زادوا خمروا، يعني زدت شكلتهم حليتهم باش يحكم لكم الثقوب.
وراح نغطي عليهم بساشي باش ما ينشفوش معايا كما قلت لكم، ونديهم قدام المدفأة ولا الفرن باش يطلعوا. رانا في الشتاء، في الصيف خليهم برك، ثم هذا كنت في الصيف. بعد ما خمروا حوالي نصف ساعة جيت نقلي. حميت سخنت الزيت في مش مقلة، درت كاسرونة شوية ذيك كبيرة. بعد ما سخنت مليح نقصت هكا تحت المتوسط وبديت نقلي. ما بغيتش يحمرولي وما يطيبوليش من داخل، عليها نشتي نديرهم تحت المتوسط باش يطيبوا مليح، وزيت حامية يعني باش يحكموا شكلهم فمثم. ومن بعد بتشوفي لونهم يتغير من تحت تقلبي، واللي طيب تلوحيها مباشرة في العسل، والعسل بدون أي إضافات، ما تزيديلو حتى حاجة، لازم يكون قاوي خاثر يعني. والعسل راني خدمته معكم قداش مرة بالفنجان، وراني حطيت لكم ثاني الوصفة هنا في آخر الفيديو. تبعوا حتى لآخر الفيديو، اللي بغات تشوف العسل تشوف حتى لآخر الفيديو. العسل درت لكم كما قلت لكم بالفنجان، ما درت له حتى اضافات، واللوح مباشره بعد ما ياخذوا لي اللون اللي حبيته. بغيتيهم اللون بارد شويه، بغيتيهم قاوي، المهم النار قليله يتقلاو لك حتى للقلب، وتلوحيه مباشره. لهنا شويه العسل تاعي ودافي ولا راه خاثر، حدي خدمته يعني مباشره، خدمت حطيته في الصحن وبديت نقلي. جيت روطار كما كتشوفوا، العسل لازم يكون بارد والمخارق يكونوا سخونين. حذاري ديروا كيما انا باش يجيوكم مقرمشين ومن الداخل معسلين وطريين، هذا هو السر لهنا. بعد ما قليتهم كامل لهنا وحطيتهم في العسل، وبعد ما بردوا جيت نقدمهم معكم. شوفوا شاهدكم في الجنة، شوفوا كيف خرجوا ما شاء الله هايلين. وصفة ناجحة 100%، جربوها مش حتندموا. وثاني جاية بالسميد، غير بغرفة كبيرة فارينة خلاص. درناها برك ساعات تحي في سميد مش مليح، هي كمحسن. وشوفوا كيفاش جايين معسلين للقلب. اخدميهم في دارك على تشريهم. وذرك نحضر معكم ثاني هاوكي العسل اللي حضرته. دائما نديروا مع المعسلات ساهل اقتصادي، واللي ما تحبش تكرمل دائما نكرملوا السكر مباشرة ديريه ويجي ناجح وبنين رائع. حكمت كسرونة كيما راكم تشوفوا، درت فيها 4 فناجل سكر، زدت معاها 2 فناجل ماء، 2 فناجل ماء. وزدت حكمت حبة قارص، نحيت نص نتاعها راح نعصرها هنا كامل، نص عصير نص حبة قارص. شوفوا، واللي ما عندهاش القارص تقدر تعوض بعسل الغلوكوز مغرفة، ولا ملح الليمون، ولا حبة شب. هو القارص احسن متوفر ما شاء الله. ودائما انا ندير هذا الزعفران شعره، بغيتي ديريه بغيتي لا عادي يخرج لك بيض بس عادي. اذا عندك المرحي ديري المرحي عادي. وزدت ثاني معرفه صغيره فانيليا، يجي بنين بالفانيليا، هذه ما تستغنيش عليها، نكهتو بها. وقدر ديري هنا البنان بصح ما ننصحكش هكا يجي هايل. اديتو للنار في الكانون هذاك الصغير كاع الكسرونه صغيره. شفتو حتى نبدا يغلي، حسبت 10 دقائق، حسبت 10 دقائق وجبتو لهنا وسخون. ولهنا هو كي بعد ما برد شوفوا كيف يجي خاثر ما شاء الله. دائما ديري المعسلات تاعك سخونه والعسل يكون بارد، يعني تحضير مسبق هذا. ويعني فضلا وليس امرا اللي وصلت هنا دير نجام واشتراك وبارطاج باش يستفادوا الناس كامل. الجام باش يمشي لي الفيديو فقط. ما بقى لي نقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.